1 2 3 قولوا لي شنو احلى لون في الضوء. هاي جايز، كيفكم؟ اتمنى تكونوا بخير. اليوم راح نسوي get ready with me وراح اشرح لكم شنو الاشياء اللي تمنيت نعرفها قبل ما نعمل 22. هو هذايا الفيديو راح يكون شويه emotional maybe، ما كان سهل لانه الانسانه هالإنسانة اللي معناها تشوفها وراء الفيديو تعدت على كتير معناتها مواقف حلوة ومواقف خايبة، مواقف بشعة، والمواقع البشعة علمتني كتير أشياء كتير. كنت أكثر إنسانة يتنمروا عليها، كنت بالحق يعني قمة التنمر. ويجي نهار ونحب نحكي لكم كيفاش كانوا يتنمروا عليا، حكم أني كنت نعيش في بلد مش عربي وبلد معناها مش مسلم كمان، فما كانوا يحبوني علشان كنت مختلفة، على خاطر اسمي مختلف، علشان كمان ديانتي مختلفة. فأول حاجة نتذكرها إنه من أول نهار في الروضة، إنه تقولوا كيفاش الروضة ويكونوا عنصريين، أي من أول نهار في الروضة كنت دايما وحدي وما كان حدا يحب يلعب معي، فممكن هيك تعلمت الوحدة. وعلى ذكر الوحدة، حاجة مهمة تعلمتها إنه أحسن تكون وحدك ولا يكون معاك رفقة سيئة. أنا أكثر حاجة عانيت منها لما كنت يعني في سن مراهقتي هي الوحدة، يعني الصحبة. كنت دايما أتمنى يا الله، أكثر شيء كنت أتمنى إنه يكون عندي رفيقة، يعني حاجة يعني غريبة، بس كنت أكثر شيء أتمناه في حياتي في اللحظة ذيك إنه يكون عندي رفيقة، لأنه ما كان عندي رفقة. كنت دايما لحالي وما كان حدا يعني يحب يكون رفيقي. ممكن لأنه كنت مختلفة، يعني ما كنت يعني إنسانة ممكن أجذب الناس، لا كنت غنية ولا كنت يعني ذكية ولا كان عندي ما كان عندي يعني صفة تميزني. عانيت كتير وكنت كتير يعني كنت نظن إنه الرفقة هي أهم حاجة في الدنيا، بس بالوقت الحمد لله تعرفت على أشخاص وتعلمت إنه ابني صداقة. تعرفت على أشخاص يعني يستاهلوا يكونوا معناتها في حياتي، ويستاهلوا إنه أنا نكون صاحبتهم وهما يكونوا صحابي، خاطر يحبوني، مو على خاطر شنو يعني عندي شيء مميز. أنا كمان كنت رفيقة لحدا يعني ممكن أنا ما بكتب، بس لحدا ممكن 15 عام. أنا كنت كرفيقة اللي ما حدا يستدعيها على بيته وعلى عيد ميلاد. كنت يعني أشوف الناس الكل مستدعين إلا أنا، وما ما نعرفش كيفاش نوصف لكم قديش كانت توجع على الآخر الحاجة دي. يا طفولتي كانت من أصعب الطفولات، ما نعرفش، كانت خايبة طفولتي على الآخر، وممكن كان عندي تراوما، هو تراوما متاعي من طفولتي. فالشيء اللي نحب نقولكم إنه ساعات في الاثنين حاجة تعلمتها، إنه أحسن تكون وحدك وما يكونوش معاك ناس خايبين، وتعرف إنه حتى لو كان تقعد وحدك اتصل بالشيء هذا. تعلمت نكون وحدي، وتعلمت كمان إنه أحب أقعد لحالي. يعني هلأ عندي رفقة، بس ممكن عندي 5 أصحاب أو أقل. I'm a very selective person صراحة، يعني كمان بسبب هالأشياء تعلمت إنه it's fine to be alone, it's super fine. يعني بالعكس صرت أحب الوحدة، هذا شيء صاير شوي، وصرت يعني selective كتير في صداقاتي. يعني ما بدخل الناس بسهولة لحياتي. بالوحدة بسبب هذايا صرت أحلل كتير. يعني أنا إنسانة نحب كتير يعني الكتب اللي يحكيوا على ال emotional intelligence وهدول الحكايات. كي نشوف إنسان يتقرب لي ما نثقش، وحاجة دي خايبة، نعرف ما نجمش نثق بسبب هالأشياء اللي صاروا لي في طفولتي. أنا ما بثق بسهولة في الناس، بس it's fine يعني.
تثقش في حتى حد في الدنيا دي إلا ممكن في أمك وأبوك، وساعات فما حالات إنه حتى في أمك وأبوك ما تنجمش تثق فيهم. نقول لكم الشيء هذايا لأنه تغدرت كتير مرات من أشخاص تمنيت إنه يكونوا قريباء لي، يعني في كل لحظة اللي ما كانوا عندي رفقة، كنت يعني أحاول إنه أخلي الناس تحبني، يعني كنت هيك نفرجي للعالم إنه أنا يعني ممكن فيها هيك شيء special أو something like that. وللأسف يعني هيك في لحظات خليت يعني إنه الناس تستغلني. منهم واحدة كانت تجي تقرأ معايا على أساس تقرأ معايا في المكتبة، بس هي كانت يعني كانت تسرق لي في مصاريفي، نصابة. كانت تسرق لي، كانت لما أمشي للحمام هي كانت تحلي البورتفيم تبعي وتاخذ منه مصاري اللي يعطيهم لي أمي وبابا. يا بكايس بالحق عديت على برشا مراحل إني نضحك هيك، لكن يعني كانوا خايفين but it's fine. يعني هما بناو الشخصية اللي أنا هي الآن. وأنا علاش؟ على خاطر في اللحظة اللي كان عندي فراغ وما كان عندي رفقة كنت أساوي المستحيلات السبعة باش الناس تحبني. كنت دايما يعني أجري وراء الناس. I was a people pleaser. كنت دايما يعني لما هم محتاجيني دايما كنت أقول يس أنا موجودة، وبس أنا لما كنت أحتاج لهم ما كنت ألاقيهم هذول العالم. شيء يعور القلب صراحة. فما تكونوا people pleaser، لأنه في لحظات من حياتكم إذا تكونوا دايما طيبين الناس راح تستغلكم. so be aware about that. أنا في الوحدة تعلمت كتير أشياء. في الوحدة يعني طورت من نفسي. في الوحدة اكتشفت يعني هوايات أنا ما كنتش نعرفها عليا. وقتي في الوحدة بديت السوشيال ميديا. أنا أسباب الوحدة بديت السوشيال ميديا خاطر كنت دايما لحالي، ما كان عندي رفقة وما كنت بحس إنه يعني حدا فيه يفهمني وأشياء بلاك. فهي بسبب الوحدة يعني كل شيء عمل وأنا على فكرة إنسانة عندي كتير مواهب. يعني I'm not fixing in one thing. أنا بحب السوشيال ميديا وأحب الإيديتينج وأحب الشوتينج وأحب الخياطة وأحب الدراسة وأحب المطالعة وأحب البسيكولوجي، نموت على البسيكولوجي. أنا ممكن هيك يعني في أي لحظة من حياتي إذا يعني حبيت ممكن بسهولة يعني نبدل كلية ونمشي الكلية البسيكولوجي. فكرة يعني اكتشفت إنه من بجناحي ستريس وليت بلشت يعني أسوي cakes or something like that، فنحس إنه راحة نفسية. كمان تعلمت إنه ما أعطي فرصة ثانية. لأنه إذا إنسان يغدرك مرة رح يغدرك 30,000 مرة. تعلمت كمان في 22 عام هذول إنه الناس ما رح تتغير علشانك، بس تتغير إلا إذا هي حبت تتغير. فما تحاولوا إنه تغيروا من شخص، ما تحاولوا تغيروا شخص إذا هو ما حاب يتغير. صراحة معناتها مجهودكم رايح يعني في الهواء. أنا نعرف إنه كلامي ممكن ما راح يعجب كتير منكم، بس هذه الحقيقة. ميك اب متاعي على فكرة سيم ايلاينر. اكتشفت كمان إنه ما لازمكم تضيعوا وقتكم، إنه وقتكم ثمين وما تضيعوه مع ناس ما تستاهل وقتكم. please don't do that guys. لا تستحق وقتك. وحاجة أخرى تعلمتها إنه ما تهبطش ستاندرز متاعك. يعني كان عندك ستايل هاي ستاندرز،
خلي هاي ستاندرز متاعك أعلى. لما انت يعني إنسانة ناجحة في حياتك، ما تخلي إنسان يعني قلقول، أبو قلقول، ما تخلي أبو قلقول يعني يطيحك بكلمة. كمان شيء تاني، الحب. للأسف يا جماعة، كما قلت لكم عمري ما يعني دخلت في علاقة، بس أنا حبيت من طرف واحد. نصيحتي إليكم، ما تحبوا من طرف واحد إنه راح تضيعوا وقتكم، وراح يعني في آخر المجال ممكن هو صعب لما تكونوا يعني تخموا إنه كل إنسان يعني هو إنسان ما في مثله أو أشياء مثل هيك، ما راح تشوفوا عيوب كل إنسان، وممكن إنسان ذكاء فيه ممكن معناه راح يستغلكم. فيب حاجة أخرى، ما ضيعوا وقتكم باش تلقاو حلول لغيركم. ثم ناس في العالم هذا دايما يجولك انتي خاصة باش يتشكاو من حياتهم المأساوية، وهما عندهم أحلى حياة. يعني فعلا هما لباس عليهم وما حاجتهم، اما يجيولك انتي يتشكاو غير على خاطر معناتها ممكن يلقاو راحة نفسية معاكم، بس هدول الناس يأثروا عليك بطريقة سلبية، نفسيتك يعني تتأثر. فابعد على هالناس هدول، ابعد، شيلهم من حياتك، شيلهم، بعدهم من حياتك. ثاني حاجة تعلمتها إنه تفايلوا خير. حاجة أخرى تعلمتها، تفائلوا خيرا تجدوه. أي حق وأقداركم تأخذ من أفواهكم. أنا متأكدة من الشيء هذا، لما أنتم تتفائلوا خير بقدرة الله الخير يجي. وحاجة أخرى في 22 تعلمت إنه كمان رغم الصعوبات، رغم كل شيء، انت في الدنيا دي ما راح تشتكي، ما فيك تشتكي لحد إلا الله سبحانه وتعالى رب العالمين. أنا حاليا رغم ما يظهرش عليا، أنا قاعد أمر بفترة صعيبة شوية، بس الشخص الوحيد اللي فيني أشتكي له همومي هو الله سبحانه وتعالى، ولا حدا يعني دون الله. الحمد لله. دايما كونوا مستني. ما كنت دايما صراحة، أنا ما كنت يعني كنت أشوف الأشياء السلبية وما كنت أركز على الإيجابية، بس هذا الشيء غالط جدا. لازمكم دايما تركزوا على الأشياء الإيجابية في حياتكم، ودايما تشكروا رب العالمين، لأنه حالتكم أحسن يعني حالتكم أحسن من 100,000 حالة متاع أشخاص آخرين. يعني لما تفكر هيك يعني إنه هناك في العالم ناس ما عندهم بيت أو دايما كونوا ممتنين رب العالمين. كتير مرات كنت ما كنت ممتنة رب العالمين، وهذا الشيء ممكن الله أعلم كان يقلل من الرزق اللي راح يجيني. بس تعلمت إنه من اللي وليت ومن اللي صرت ممتنة، يعني الخير اللي يجيني أكثر ب1000 مرة من اللي أطلبه. الحمد لله. تعلمت كمان إذا الشيء ما بيمشي كما مثل أنتي بتحبي أو بتحب، رب العالمين مخبيلك شيء أحلى ب1000 مرة بقدرة الله. تعلمت هذا الشيء، ورغم دايما حاول يعني أذكر نفسي، لأنه كثير مرات أنا يعني كثير مرات تجيني هيك خيبة أمل صراحة، يعني لأنه في العادة ما عندي صبر، يعني عندي بس يعني محدود. ممكن الله باش يختبرني، دايما يختبرني أكثر شي على صبري. حاجة مهمة كتير كمان هي الصبر في الحياة. الصبر هي مهم كتير 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 مهم. الصبر هو مفتاح الحياة. and that's it guys. هذوما الأشياء اللي تعلمتهم
إذا بتحبوا part 2 ما تنسوا تحطوا لايك وما تنسوا تحطوا سبسكرايب، لأنه راح أعمل لكم فيديوهات كمان يعني حلوة. That's it. Hope you like my video. المسكرة مسخرة متاعتي ما لقيتهاش، ف I think I'm cute without mascara too, so yeah.